لو مراتك بتقارن حياتكم بحياة غيرك وبتقول لك بص فلان الفلاني بيعمل ايه مع مراته، بيسفرها بيوديها او بيعمل لها كذا وبيعمل لها كذا وانت ما بتعملش، وبتحسسك ان انت مقصر، فاوعى ترد عليها قبل ما تسمع مني الكلمتين المهمين دول اللي هيحلوا لك المشكله من جذورها. بس في الاول ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد، وتنزل تكتب لنا في الكومنتات ازاي بتتعامل في المواقف اللي زي دي. يلا بينا. اول حاجه ما تبصش لحياه غيرك لا عنده ايه ولا حظه ايه، لان اللي عنده ده اختبار من الله عز وجل. لان ربنا عز وجل قال في ايته الكريمه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. يعني ما تبصش لحياه غيرك ولا المتعه الدنيا اللي موجوده عند غيرك ولا النعم اللي موجوده عند غيرك، عشان النعم دي كلها اختبار ليه ولاهل بيته مش اكتر. ربنا عز وجل عايز يشوفه هل هيشكر ربنا على النعم اللي هي موجوده عنده دي، ولا هيعتبرها نعم زي النعم اللي موجوده فيها ومش هيحس بقيمتها. فاوعى تبص لحياه غيرك، انت متعرفش حياه غيرك دي عامله ازاي. ده غير ان ربنا عز وجل عارف ان مراتك في يوم من الايام هتبص لحياه غيرك وهتقعد تقول لك كان يوماني والكلام ده كله، وعارف ان انت برضو في يوم من الايام ممكن تبص لحياه غيرك وتقول لمراتك بص زوجة الراجل ده بتعمل ايه، بص بتدلعه ازاي، وبص بتمتعه ازاي. فهو عارف كل الكلام ده ان ممكن يحصل منك او منها. ثانيا عايزك تقول لمراتك ان الايه دي مش معناها ان انت ما تطلبيش حياه افضل من جوزك، لا، اطلبي زي ما انت عايزه، اطلبي واحلمي، ولكن خططي مع جوزك عشان خاطر حياه افضل. يعني ايه؟ يعني لما تشوفي ان في حد سافر مع مراته وعاشوا اجواء جميله جدا ونفسك تعيش نفس الاجواء دي، قولي لجوزك يا ريت نوفر من كل شهر قرش بسيط عشان خاطر نسافر السفريه دي انا وانت او احنا والعيال والكلام ده كله. دي هتكون جميله جدا، افضل من انك تقولي له بص فلان الفلاني سافر وانت ما سفرتنيش. يعني مثلا مرتبه 8000 جنيه وعليه اقساط وجمعيات ومصاريف والكلام ده كله، ونفسك في حاجه معينه، قولي له في وشه يا ربنا يقدرك ويرزقك وتجيب لي الحاجه الفلانيه. ما تحسسوش بالعجز، ما تحسسوش ان هو مش قادر وان هو عاجز ان هو يجيب لك كل الحاجات اللي نفسك في حياتك فيها. فيا ريت نشغل مخنا شويه. ده غير ان في السلف الصالح كان بينبهوا انك ما تاخدش 7 انواع من النساء، كم من ضمنهم الحداقه. يعني ايه الحداقه؟ الحداقه دي اللي هي بتقعد تبص على حياه الاخرين وتتمناها، وده في نفس الوقت حاجه وحشه جدا ليها. ليه حاجه وحشه جدا ليها؟ لانها بتحس ان حياتها ناقصه شيء، ان مش شايفه ان حياتها فيها نعم كتير جدا، وهي بتبص على حياه غيرها مش هتحس بالرضا. ونعمه الرضا دي نعمه كبيره جدا جدا، احنا ساعات بنكون مفتقدينها. لما احنا نشوف ان غيرنا عنده واحنا ما عندناش، دي حاجه وحشه جدا. ولكن لما نشوف ان احنا عندنا حاجات وغيرنا ما عندوش نفس الحاجه دي، بنطمئن، بنرضى، بنقول الحمد لله، ونبوس ايدينا وش وظهر. فانا عايزك ما تبصيش لحياه غيرك عشان ما تكونش من نوع الحداقه. بص يا ابن الحلال، لو لقيت خطيبتك من النوعيه دي اللي هي النوعيه الحداقه، اهرب، اخلع من الجوازه دي، لان هتفضل طول عمرها تبص لحياه غيرها مهما نصحتها. لان في البدايات بيكون نفسهم عايزين حاجات كتير جدا، لكن بعد الجواز وبعد فتره كبيره جدا بيكون اهتماماتهم قلت بكتير جدا عن البدايات. فحط دي في عقلك، حط دي في عقلك. لو لقيت خطيبتك من نوعيه الناس اللي بتبص وتقول لك بص فلان وبص في علان وانا نفسي ونفسي ونفسي ونفسي، وشايفه ظروفك عارفه ازاي، وعارفه ان ظروفك مش مساعداك او مش سعفاك ان انت تقدم لها كل اللي هي بتتمناه ده، خد بعضك يا ابن الحلال واخلع من الجوازه دي. وعايز انصحك برضو نصيحه: ما تبصيش لبيت غيرك وبص على بيتك. شوفي بيتك فيه ايه وايه النعم اللي موجوده فيه، وبصي على البيوت اللي ما عندهاش نفس النعم اللي موجوده عندك عشان تحمد ربنا وتبوسي ايده وش وظهر. وعايزكم تحط في عقلكم حاجه مهمه جدا، فرق كبير جدا 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 انك تشاركي جوزك حلم وبين انك تحاسبيه على حياه غيرك. يعني في فرق كبير جدا انك تشاركي جوزك احلام انتوا الاتنين تحققوها، وبين انك تحاسبيه على حياه غيرك اللي هو اصلا مش نفس حياه جوزك. يعني جوزك ما عاش نفس الحياه اللي هو عاشها، ما ترباش نفس التربيه اللي هو ترباها، ما اتوجدش في ظروف اللي هي موجوده عند غيره، فما تحاسبيش جوزك. انا عايز اقول لك ان للاسف السوشيال ميديا دخلتنا بيوت ناس كتير جدا
وورتنا الظاهر بس، لكن ما ورتناش الباطن. فبالتالي بقينا نتمنى حياة غيرنا، بقينا نتمنى ان احنا شايفينه بس الظاهر اللي عندهم ده نفسنا فيه، لكن احنا مش عارفين ايه البواطن اللي جوه، ايه الاسرار اللي موجوده في حياتهم، ايه الاحزان اللي موجوده في حياتهم، ايه المشاكل اللي موجوده في حياتهم. فبالتالي احنا لازم نبعد عن السوشيال ميديا اللي فتحت لنا ابواب البيوت كتير جدا، واللي خلتنا نتوغل ونشوف حياة مرفهة هم اصلا مش عايشينها. ده غير ان الحياة دي بتحاول تتعبك انت نفسيا، وبتضغط على زوجك نفسيا وبدنيا. ان احساس الزوج بالتقصير ده احساس وحش جدا، ربنا ما يكتبه على حد فينا. على العموم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان خاطر يوصل لك كل جديد، وما تنساش تصلي على النبي وتكتب لنا في الكومنتات هل مقتنع بالكلام اللي احنا قلناه ولا لا، وهل انت عندك رأي تاني ولا لا. سلام عليكم.